السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في اكلة هنية على كيفكم. قبل ما ابتدي بالفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي من فضلكم اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله ان شاء الله. النهارده مع بعض هنعمل كاسات الكنافة بالمهلبية والموز، حاجة كده غنية جدا وطعمها في منتهى الجمال وشيك للضيوف. هنعمل اول حاجة المهلبية عشان الحقيقة عايزاها باردة، هعملها واسيبها تبرد. المهلبيه زي ما احنا عارفين دايما انا بعملها على البارد، انا مش مشغله النار. هناخد كوبايتين من اللبن، بسم الله، معلقه كبيره مليانه من النشا، ومعلقه كبيره مليانه سكر. السكر انا حاطاه قليل عشان هكتفي قوي بالسيرب اللي هيبقى بعد كده في الكنافه، علشان الطعم ما يجزعش، الطعم يبقى متعادل مقبول. اتاكد ان النشا دابت كلها، بعد كده ابتدي اشغل النار عليها عشان ما تعملش تكتلات معانا ما تعرفوش تفكوها بعد كده. خلاص كده دابت، ابتديت اهو اشغل النار. اول ما تبتدي تغلي اخد بالي وافضل اقلب فيها عشان ما تعملش معانا زي ما قلت تكتلات. هسيبها تغلي وارجع لحضراتكم تاني وشوفوا شكلها. ورجعت لحضراتكم تاني والمهلبيه بتاعتي غليت وتماسكت. بصوا القوام مناسب جدا. طبعا لما هسيبها تبرد القوام ده هيتقل اكتر من كده، وده طبعا حسب الرغبه. عايزينها ماسكه عن كده سيبوها على النار هاديه اكتر، عايزينها خفيفه برضو تطفوا بدري زي ما انا ما عملت كده وتسيبوها تهدى وهي هتتقل كمان شويه. هسيب بقى المهلبيه بتاعتي تبرد وتعالوا بينا نعمل الكنافه مع بعض. ورجعت لحضراتكم علشان نعمل الكنافه مع بعض. ده نص كيلو من الكنافه، حطيته في الفريزر شويه وطلعته قطعته بايدي، وممكن طبعا في الكبه اللي تفضلوه. ومعايا هنا كوبايتين من السمنه السايحه. مش شرط ان الكنافه تاخد كل السمنه، احنا هنحط لغايه ما نلاقيها اتشبعت هنوقف. بسم الله كده ونشوف. مهم قوي ان انتوا تخلوا الكنافه بتاعتكم تتشبع من كل السمنه، معلش هي الكنافه بتحب السمنه فلازم. وممكن بايدي يبقى افضل، بايدي افضل كتير، اقدر ادخل كل الكنافه في السمنه كده مع بعض. محتاجه شويه كمان، ممكن سمنه بلدي وممكن سمنه نباتي وممكن زبده لو حابين، لكن ما يفضلش بصراحه الزيت، يبقى طعمها غير يعني. اهو بسم الله. هقلب كده الكنافه بتاعتي كويس في كل السمنه، اديها شويه كمان. كمان صغيرين حبه حبه، ما تسيبوش الخليط بتاع السمنه او يعني كميه السمنه مره واحده وتبصوا تلاقيها كتيره منكم ما تعرفوش تتصرفوا. شويه بشويه. اعتقد ان كده كفايه، الكنافه كلها في ايدي متشبعه من السمنه. نجيب بقى صينيه ونحط الكنافه بتاعتنا. طبعا انا مش هعملها صينيه ولا حاجه، انا مجرد بس ان انا ادخلها الفرن تتحمر، فمش هكبسها ولا حاجه. انا عايزاها تتحمر زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، انا هعمل كاسات للكنافه، مش محتاجه ابدا ان انا اكبسها لان هي مش صينيه. هدخلها دلوقتي في الفرن تتحمر ونرجع مع بعض نكمل بقيه وصفتنا. ورجعت لحضراتكم تاني بعد الكنافه بتاعتي ما اتحمرت في الفرن. وحقيقه عايزه اقول لحضراتكم ان انتوا ممكن تعملوها على البوتاجاز من فوق مفيش اي مشكله، وتقلبوها كل شويه. حتى وهي في الفرن انا كنت بقلبها على طول عشان انا مش عايزاها صينيه، انا عايزاها مفلفله. سامعين حضراتكم صوت القرمشه دي؟ الكنافه سخنه، السيرب بارد، انا كنت عامله سيرب اهو
اللي هو كوبايتين سكر، كوبايه ميه، وعصره ليمون. نسقي بقى الكنافه بتاعتنا كده. بصوا القوام بتاع السيرب ده اللي احنا عايزينه. مش هحط كله برضو، اقلب واشوف. بسم الله. اللي بيحب الحاجه مسكره قوي يحط السيرب كله ده بالشكل ده. بصوا لسه صوت القرمشه بتاعتها موجوده. ده فعل السمنه وفعل التقطيع اللي احنا عملناها للكنافه، ان احنا خليناها ناعمه. ممكن انعم من كده كمان لو حابين. اهو كله بقى يتداخل كده مع بعض ومع السيرب وتخلوها تشرب. ايه رايكم احط بق كمان صغير؟ اهو السيرب بتاع الكنافه زي ما حضراتكم شايفين كده وسط، لا تقيل ولا خفيف. لو عملتيه خفيف الكنافه بتاعتك هتطلع طريه، ولو عملتيه تقيل الكنافه هتطلع مقرمشه، بس هيبقى يجزع للي ياكله، هيبقى صعب قوي، يبقى مسكر قوي قوي زي بتاع بره، مش مقبول حقيقه. بس كده، يلا بينا بقى نطبق الكاسات الكنافه مع بعض. يلا. ورجعت لحضراتكم بعد ما الكنافه هديت شويه، والمهلبيه اللي عملتها في اول الفيديو تقلت ازاي اهي وبردت خالص. انا جبت موز حوالي 3 موزات او 4، تقطعوها التقطيع اللي تعجبكم، وده طبعا اختياري، بس دي حاجه انا بعلي بيها التست بتاع الكنافه. وده فول سوداني مجروش للتزيين في الاخر. نجيب الكاس بتاعنا بسم الله. بصوا القرمشه بتاعت الكنافه ممكن تتاكل كده، يعني هي لو اتاكلت كده مفيش اي مشكله، في منتهى الجمال. نعمل طبقه كده، وبعدين طبقه من بصوا القشطه اللي طلعت، نقلبها بس كده، نزودها فيها شويه كده. بسم الله، في منتهى الجمال اهي. وبعدين ناخد كام واحده كده من الموز، زي ما قلت ده اختياري، بس عن تجربه انا مجرباه بيدي طعم تحفه. اهو كنافه تاني. شويه كمان. بصوا الطبقات باينه ازاي، الموز اهو باين، كنافه باينه. انا بحب احط شويه كمان من المهلبيه على الوش، بيدوا شكل كده رائع وجميل. بصوا القوام بتاعها كريمي جدا. نحط بقى شويه فول سوداني للتزيين مش اكتر. اهو هكمل بقيه الكاسات وارجع لحضراتكم تاني. وادي كاسات الكنافه بتاعتي بالمهلبيه والموز زي ما حضراتكم شايفين. بصوا المهلبيه نزلت تحت، عملت شكل طبقات كده جميل جدا جدا، طعمها في منتهى الجمال والخفيه. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجب حضراتكم وينال رضاكم. استأذنكم لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم، السلام عليكم.